لا ما شاء الله تبارك الرحمن، احلى شبز عراقي يذوق بهالحليب ما شاء الله. هلو متابعيني، اليوم راح نسوي اول خلينا نصلي على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح نسوي الشبز العراقي، هاي اسرع طريقة شبزي من ايد الوالدة. اليوم راح تشوفون شلون نسوي الشبز العراقي. وهاي امي هنا راح تحمس السبزي، لازم ياخذ تشويحة السبزي. هنا تخليه هاي الطريقة السبزي اللي امه تسوي لنا سبزي والله خرافي يعني يجنن. هنا راح نضيف الزيت حتى ينحمس السبزي او الشبزي، وهنا نحمس نظل او نشوح السبزي من هنا يتغير لون السبزي او الشبزي. هذا الطريقة الصحيحة، لازم يتغير اللون ماله حتى شنهي يصير عندي ألذ وأحلى شبزي بالعراق. وهسه نغلق عليه ونخليه كل 5 دقايق نكشف على الشبزي ونحركه. وهاي هنا مرحلة ثانية راح نحمس اللحم أو الدجاج. أنا حبيت أسوي عليه دجاج. هنا بعد ما عندنا حمى الزيت راح نخلي البصل، عندنا حبتين كبار من البصل مقطع ناعم، ونظل شوية منه يتغير لونه نحمس بيه حتى نضيف الدجاج عليه. جربوها، اللي مجرب على الدجاج خليه يكتب لنا بالتعليقات، واللي ما مجرب خليه يجربها لأن والله الطعم يخبط. هذا هنا أنا عندي دجاجتين مقطعات 8 قطع صغار على مود الشبزي. لا تنسون اللايك بالقناة وتفعيل الجرس والاشتراك وتعليق من يديكم الحلوة. وهذا هنا خلصنا يعني خلينا الدجاج، وهسه نضل نحمس بالدجاج حتى ياخذ لون، يعني تحميرة بسيطة ياخذ لون وتروح الزفارة. وهسه هنا راح نخلي البهارات، عندي كركم وبهارات حتى شني يتغير الطعم مال الدجاج واللون. نضل نحمس بيه منها كلش يتغير لون الدجاج. وهذا الملح هم عندي راح اضيفه بهاي الطريقة، نحمس حتى شني يعطينا طعم حلو الدجاج ويعطيني لونه حلو يصير. وقولوا لي مين مجرب الشبز العراقي، خلي يكتب لي بالكومنتات مين مجرب هاي الطبخة اللي تجنن. شوفوا لي ما شاء الله والله، والريحة هسه عجيبة. هاي البهارات انا استخدمها من عندي، يعني انا اسويها. شوف، وهذا هنا جهز عندي السبزي او الشبز العراقي. هنا شوفوا هيك لازم ينحمس، شوفوا بهاي الطريقة. هذا هنا جهز عندي. هسه نطفي عليه الغاز ونخليه لما ما نكمل الدجاج. وهذا هنا ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الدجاج مالنا. هسه نضيف الفلفل الحار. هنا عندي عودين فلفل، وعندي النوم البصراوي. هاي هنا انا عندي تقريبا 6-7 نوميات عندي نضيفهن. هاي الطريقة ونظل نحمس. بس شوفوا لي الدجاج شلون صار ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا طبخ الوالدة، طبخ امي. صلوا على محمد، الصلاة على محمد تجيب البركة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهسه نغلق ونخليه شوية وبعدين راح نخلي عليه الشبزي. وهسه راح نضيف اللوبة، نضيف علب اللوبة هنا. هذا أسرع سبزي راح تشوفونه وراح تسوونه. إذا جاكم ضيوف وحبيتوا تسووا لهم الشبزي فبهاي الطريقة تسوونه. اللي ياخذ الوقت اذا يعني تدرون هو اللوبة، فاذا جبتوها معلبات ما راح تاخذ وقت، راح يكون عندكم الشبزي جاهز. وشوفوا لي ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا الماي مال الدجاج واللوبة يعني هي من عند تويلي. شوية نخليها تغلي وبعدين نضيف الشبزي، وراح اضيف المكون اساسي وسري بالشبزي. تابعوا للاخير حتى تشاهدون ايش راح اضيف. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هسه هنا نضيف الشبزي المحموس. شوفوا لي هنا نضيفه ونخليه يغلي. بس شوفوا لي شلون شكل الشبزي
مش قد حلو، مش قد طيب والله، بس ريحة الدجاج تخبل. هاي مرقة شبزي تخبل ريحة. هسه نخليها هنا نخلطهم كلهم مع بعض ونخليها تغلي. نخلطهم بهاي الطريقة ونخليها تغلي. هنا راح نخليها تغلي. شوفوا لي شلون. هسه نضيف عليها ماي حار حتى شنو تصير عندي ثخينة وحلوة يعني طيبة. شوفوا لي هنا شلون شكلها ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لي اللون. هذا الماي الحار بهاي الطريقة نخليه. وهذا خلاص كافي. شوفوا لي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أطيب شبزة عراقي، أطيب شبزة عراقي يلوق لها الحلق. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أحلى شبزة عراقي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أحلى شبزة عراقي يلوق لها الحلق ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لي الشبزي وهذا راح نضيف عليه دبس الرمان. بسم الله. تقريبا استكانة شاي وحدة نضيفها ما شاء الله تبارك الرحمن. تعطينا شوي حموضة وحلاوة للشبزي فيصير يجنن والطعم طيب. نخليه شوية بعد يفخن وبعدين يجهز. أنا سويت التمن الأبيض من الأول جهزته حتى لا نطول الفيديو. اللهم صل على محمد. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لي الشبز شلون صار. أحلى شبزي والله من يد الوالدة. أحلى شبزي. هسه شو نسوي؟ نجهز السفرة ونرجع لكم. هذا الشبزي جهز. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهاي هم جهزت سفرتنا. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وبالعافية علينا وعليكم.